يسعد مساءكم يا أجمل المتابعين ويا أروع المتابعين وأذكى المتابعين واللي يريد يطور من نفسه. واليوم حلقتنا جدا جميلة وممتعة ونتحمس إلها أكثر. أحب أضيع وقتكم، خلينا نبدأ. الطريقة الثامنة من أصل 14 طريقة تخلص من الأفكار السلبية. خاطب نفسك بإيجابية. إذا انتبهت لنفسك إنك جاي تفكر بأفكار سلبية أو أسلوب تصرفات سلبية تقوم بها نفسك تجاه نفسك، طبعا أنا ما جاي عشان الآخرين، جاي عشان تجاه نفسك. إذا أنت شوف نفسك فكرت بأفكار سلبية تجاه نفسك وتصرف تصرفات تجاه نفسك وقمت بالأشياء، انجزت أشياء سلبية بالنسبة إلك صارت إلك، فأنت هنا لازم تستبدل الأفكار، لازم تتخلص من هاي الأفعال، تتخلص من هاي الأفكار السلبية تحولها إلى إيجابية. هسه نجيكم شلون تحولها إلى إيجابية كم الفيديو النهاية. فمتى تحول الكلام السلبي إلى إيجابي، فأنت هنا سيساعدك على تكوين نظرة إيجابية عن نفسك، راح تنظر لنفسك بشخصية إيجابية حلوة وكاريزما. ومع مرور الأيام، طبعا ما يجي بيوم واليوم ولا بشهر ولا بشهرين ولا 6 أشهر ولا حسب النمو مالك وحسب القدرة مالتك وحسب الوعي اللي عندك. كل ما زاد الوعي مالك كل ما استوعبت الأفكار، استوعبت انتبهت للأفكار السلبية وجاي تطور نفسك من أكثر وأكثر. أوكي، لاحظت أنك تفكيرك بالسلبي أو تصفها بالسوء ما تقوم به، أو ما سبق أن أنجزت فعليك تخلص من هاي الأفكار وعوضها عن ذلك. خاطب نفسك بإيجابية، فذلك سيساعدك على تكوين نظرة إيجابية عن نفسك مع مرور الأيام. إذا كنت تريد تحدث إيجابية إلى نفسك من أجل تحقيق النجاح اللي تريده أنت، عليك أولا ضع هدفا رئيسي. 2، اقطع علاقاتك مع الأشخاص غارقين في المشاعر السلبية. إذا أنت تريد تكون شخص ناجح، إذا أنت ما أقولك ما حتواجههم، لا بالعكس حتواجههم، بس أنت عندك درع ما حد يقدر يأثر عليك، فابتعد عنهم. هذا أنت شايف من قد مكان قد مكان تحس نفسك طاقتك انخفضت أو مالك خلق أو ضجت، فيعني مكان تحس نفسك مزعج ما مرتاح هنا، قوم. هذه علامة من علامات ان الاشخاص غارقين بالمشاعر السلبية، أو لا تبقى وياهم، فشوف لك حجة من حجر وسوي انسحاب تكتيكي. عندك 3 من اهم الامور ومن امتع الامور اللي استخدمها كل يوميا، او تقريبا ما بين معدل اتذكرها 2 إلى 3 ساعات او 1.5 ساعة. هذا المعدل. كن ممتنيا، دائما اشكر الله على كل شيء. الحمد لله والشكر من طلعت للشغل، الحمد لله والشكر من جاي اشتغل، الحمد لله والشكر من الله جاي يرزقني، الحمد لله والشكر. هواي امور تشكر عليها الله. فدائما كون ممتن لله، كل ما شكرت الله كل ما الله اعطاك اكثر واكثر. دائما كون ممتن لنفسك وعلى الاشياء اللي حولك. الحمد لله والشكر من عندي صحة جيدة، الحمد لله والشكر من جسدي قوي وصحي، وهكذا. خليك دائما ممتن. 4، لا تقارن نفسك بالآخرين، الله يرضى عليك. لا تقارن نفسك، المقارنة نفسك راح تدمر نفسك. المقارنة الوحيدة تقارنها نفسك ما بين اليوم وأمس، ما بين السنة الماضية واليوم هاي السنة الحالية، هنا المقارنة. فطبعا هذا حيشوف، طبعا انت راح تقارن نفسك بشكل لا واعي ما منتبه لهذا الشيء، بس اذا انتبهت لهذا الشيء فالشيء راح. تقريبا انا قبل اسبوعين او 3 اكتشفت انا بعد جاي اقارن نفسي، انا جاي اقارن نفسي، بس بعدين اكتشفت قلت لا هاي مقارنة لازم لازم اغيرها، لازم اقارن نفسي ما بين امس واليوم، ما بين السنة الماضية، وانا مركز على نفسي اكثر، بدل ما اقارن نفسي ذاك عنده سيارة انا ما عندي سيارة، ذاك عنده ما اعرف شنو. وراديكم حلقة كاملة بس للمقارنة ان شاء الله في الايام القادمة، اشوفكم يوم وانزلها لكم. خلي سوالفك حلوة وايجابية مع الاخرين، يعني دائما سولف اسواق حلوة، سوالف بالاسواق النجاحات، سوالف بالاسوالف يعني تحس انهم راح يفيدون. هذا الشيء اللي قاعد الاخرين يستفادون من عند هذه السوالف اللي تسولفها، مو السولف اللي قال فلان وش حكى فلان وقال هيك وذاك سوى هيك وذاك ما حاكان وذاك ما خاب. هاي كلها لازم تتخطاها حتى تكون شخص هادئ ومستقر وما عنده اي مشاعر سلبية ولا عنده اي افكار سلبية. جدا مرعبة هاي.
فأنت خليك دائما خلي سوالفك سوالف إيجابية وحلوة مع الآخرين. ترى عادي جدا تفشل، الفشل جزء من النجاح، أصلا الفشل هي تجربة مفيدة إلك، راح تعدل على أفكارك السلبية وتعدل على الأخطاء اللي ارتكبتها حتى ما تكررها مرة ثانية. هي هاي الفشل، لا أكثر ولا أقل. استبدل أفكارك السلبية إلى الإيجابية. أي فكرة تشوفها سلبية حسيت إنها سلبية فكر شو نعكسها. مثلا من الأفكار السلبية أنا ضعيف، أنا مكتئب. من أخطر الأمور من تقول أنا، كلمة أنا أصلا لا تقول أنا، قول أنا ناجح، أنا بس كلمة أنا بعدها كلمة فشل أو بعدها سوء، هذا جدا خطير. قبل اللاوعي تتبرمج عليها أنت طبعا بشكل لا واعي وما تدري هذه البرمجة اللي جاية. أعطيك بعض التوكيدات حاول تستمر عليه. مثلا من الأجمل الأمور أن تقعد الصبح يوم جديد وفرصة جديدة، راح تشوف بالفعل يوم جديد وفرص جديدة حتجيها لك. طبعا أنت ما تنتبه، إذا انتبهت راح تشوفهم. النجاح نصيبي اليوم وفي كل يوم، وهكذا هواية أمور إيجابية توكيدات. ادخل على جوجل اكتب توكيدات الأشخاص الناجحين أو توكيدات النجاح، فراح يطلع لك هواية أمور. لا تفكر بالماضي ولا تفكر بالمستقبل، إن هذا اللي يسوي لك تفكير زايد وراح تخاف وراح يعطيك مشاعر. لا، الماضي شلون اقدر اتعلم من عنده، والمستقبل سلمت بيد الله، ما له داعي اهتم ابويا وشلون وما اعرف شلون وانا لازم اسويت واحط هيك. لا الامور كذا. سلم عدل افكارك، عدل مشاعرك، سلم امرك بيد الله، انتهت. وهاي طريقة تفكير المؤمن. إذا أنت كنت مؤمن بالله فعلا الله راح يسخر لك كل شيء حتى يساعدك في تحقيق هدفك اللي تريده. قبل الأخيرة، ساعد الآخرين. المساعدة إيش قد ما ساعدت راح ترجع لك. مو بس مساعدة ماديا فلوس، لا، أكو هواي مساعدة بالمعلومة، مساعدة بالحل مشكلة، مساعدة بأي شيء راح يرجع لك مهما كانت العطاء مالك راح يرجع لك. وآخر شيء أقول لك احلم وحدد أهدافك. راح انتهي مقطع وشكرا. وإذا شفت هذا الفيديو أول الفيديو كان طويل عليكم بس ما حسيتوا فيه لأن كان جدا مفيد ومستمتعين بالمعلومات اللي أقدمها لكم. وشكرا لكم، وشارك الفيديو قد ما تقدر وخلي يستفاد الكل من هاي المعلومات اللي جاي أقدمها لكم البسيطة لكن تأثيرها قوي جدا عليه. أودعناكم في فيديو آخر ومعلومات أخرى، وإن شاء الله كل يوم ويوم تبدأ تتطورون معلومات، كل يوم يجي يضيفون معلومات جديدة